هذا تمام كلام محمد بن عقيل. رأيتم أيها الإخوة، إحنا لازم نناقش هذا الكلام. ليش نناقشه؟ نحن أيها الإخوة أمام ظاهرة الآن في هذا الزمان نستطيع أن نسميها بظاهرة محمد بن عقيل، يمكن أن نسميها هكذا. يعني محمد بن عقيل تحرر كما بينا، تحرر من ماذا؟ من عقدة معاوية، على الأقل شوية تبرى من معاوية، صار عنده جرأة، وصل إلى هذا المستوى. هذه الظاهرة موجودة في أهل الخلاف غاية ما هنالك، شوية تشتد شوية تضعف. من مصاديق هذه الظاهرة في زماننا هاي الشخصية المعروفة عدنان إبراهيم، سامعين بيه لو ما سامعين؟ هذا موجود، هذا صراحة خاض الآن ويخوض، ما زال يخوض مع قومه، مع مشايخ نحلته، يخوض في ماذا معهم؟ في جدالات وحروب ومعارك كلامية على قضية ماذا؟ يزيد، على قضية معاوية، عفوا على قضية معاوية. هذا يظهر اللعنة لمعاوية، يلعن معاوية، يبرأ من معاوية، ويقول معاوية مجرم فاسق فاجر إلى غير ذلك، ظالم. وهؤلاء يردون عليه، يقولون لا، ما لك حق تقول هذا الكلام في سيدنا معاوية، وأنت مترفض بذلك، إلى غير ذلك من صراعات بينهم لا شأن لنا بها. ولكن المشكلة وين؟ نحن نقول هذه هي المشكلة. عدنان إبراهيم، محمد بن عقيل، أمثال هؤلاء، الكبيسي مثلا، عرفتوا شلون؟ هذول عندهم شجاعة، يتحررون من معاوية، بس ما أدري إلى الآن شو اللي موقفهم عند هذا الحد. شوية تشجع أكثر، شوية تتشجع أكثر، توصل إلى عمر، إلى عثمان، إلى عمر، إلى أبي بكر، إلى عائشة، تمشي عليهم نفس القاعدة، نفس الأحاديث التي أنت الآن أخذتها من مصادرك وطبقتها على أفعال معاوية وأدنته بها. إحنا ما نطلب من عندك غير تأخذ ذات الأحاديث وتطبقها على من؟ على الأعلى فالأعلى، مثل ما يقول التفتزاني، شوية اصعد فوق، شوية اصعد. ليش باقي عند هذا الحد؟ طبعا هؤلاء للعلم يفيدوننا كثيرا. يعني لما يطلع عدنان إبراهيم، الكبيسي، ما أدري منه، هذول يطلعون هالشكل يتكلمون ضد معاوية مثلا لعنه الله، هذول يوصلون أبناء البكرين إلى نص الطريق. إحنا نجي بنص الطريق ناخذهم ونوصلهم إلى شنو؟ إلى نهاية الطريق، نوصلهم إلى عائشة آخر شيء هناك. فهو يفيدون، ولكن المشكلة هذه كما قلت، الثقافة البكرية متوقفة عند حد معاوية، شوية عثمان، أما أبو بكر وعمر لا. كثير يتحاشون أن يمسوهما بشيء، مع أنه ذات الاستدلالات هذه التي تذكر في إدانة معاوية ذاتها تنطبق على من؟ على أبي بكر وعمر. ومن نفس كلام الآن محمد بن عقيل، إحنا نحاكمه الآن، نقول له تعال يا محمد بن